خير عليكم حبايبي، كيف حالكم؟ أخباركم؟ يا رب كويسين. وحشتوني من آخر فيديو لي كم يوم ما نزلت شيء. قلت اليوم نشارك معاكم بالغداء بتاعنا. هو عبارة عن مكرونة سباكيتي بالخضروات مدخنة، تهبل وطعمها جا روعة. عندنا طبعا هنا الدجاج بني حوالي 4 قطع قطعتن مكعبات، ممكن حتى شرائح طويلة ما فيش أي مشكلة. البهارات اختياري. بعدين هنا عندنا طماطمة وبصلة وفلفل حلو وشوية جزرة وحدة و4 فصوص ثوم، كلها قطعتها مكعبات ما عدا طبعا الجزرة بشرتها. بعدين هنا خديت الطاجين، ممكن حتى طنجر عادي بس أنا خديت طاجين عشان واسع مش حتى تشوفوا يعني. المهم حطيت هنا شوية زيت وضفت الدجاج وضفت الطماطم والبصل والفلفل الحلو والثوم والجزرة المبشورة والبهارات، طبعا ملح وفلفل أكحل وكمون وشوية بابريكا وفلفل حمر حار. البهارات اختيار يعني المتوفرة عندكم. بعدين استخدمت معجون طماطم البستان، حطيت يعني تقريبا ممكن كشيك ونص أو كشيك وربع يعني. المكونات كلها مع بعضها ني في ني. بعدين استخدمت أنا مكرونة الملكة السباكيتي، وممكن حتى تستخدموا كاني نلخبط المكرونة الحرجيم الأخرى. المهم كسرتها كي قطعتها وكسرتها قطع صغيرات، وممكن تحطوها لو حابين مثلا تحبوا تاكلوها بالفركيتة اللي هي الشوكة كيف ما هي طويلة، ممكن تضيفوها كيف ما هي طويلة. بعدين كنت مجهزة مية ساخنة في براد. بصراحة كيف ما قلت لكم من قبل، لما نطيب أي حاجة نكون حاطة مية ساخنة، لازم مش تساعد إنه يطيب الوكالة بسرعة. المهم حطيت هنا كوبايتين مية. لو المكرونة بتاعتكم مثلا تحتاج تطيب مثلا تاخد في مية واجد، ممكن تخلوا 3 كوبابي مية. بعدين هنا ما قلبتش طبعا، غطيتها شوية. بعدها جينا هنا مرحلة التقليب، قلبتها كلها مع بعضها. وممكن مثلا تستبدلوا الدجاج بانيه بالمفروم او اللحم عادي، بس انا حبيتها الدجاج بانيه احلى بصراحة. هنا قلبت شوية وصيبتها على نار وسط وغطيتها سريعة هيك. عندنا خلاص تعتبر يعني قريب الطيب هيك. عندنا المكرونة بتاعتنا طابت تهبل بنتها ما شاء الله. المهم بعدها أنا جيت قلت خليني ندير شوية بطاطا مقلية لي بصراحة فترة ما عادش درت في الآلة هذه اللي هي بتاعت كشيك الزيت. أنا عندي الآلة هذه ما شاء الله يعني لها فترة سنين معايا تيفال، ما نحبش نغير رغم إن عارف طبعا يعني آلات واجد وكي، بس مش عارفة متريحة في تيفال بصراحة. حتى الطناجر شريت طنجرتين والله ماني عارفة جرانيت ولا سيراميك، لكن قلت إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطينا ويبلغنا رمضان نجيب طناجر طقم تيفال بإذن الله. المهم هنا بعدين حطيت فحمة وحطيت عليها شوية زيت، لأنه طبعا كيف ما قلت لكم مكرونة مدخنة بالخضروات. تمام. بعدين هنا حبيبي البطاطا عندنا طابت. أنا نحب نرش الملح والبهارات على البطاطا في الأخير. أنا رشيت شوية ملح وما كانش عندي بهارات البطاطا. هيك نكون انتهينا من تحضير المكرونة بالخضروات المدخنة. بجد الطعم يهبل، مع بطاطا مقلية وشوية مخلل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. طريقتها سهلة وبسيطة. ممكن مثلا لو انتم من نوع المكرونة اللي عندكم مثلا تطول، انا حطيت كوبايتين مية، تحطوا تضيفوا يعني 3 كوبايات مية. وممكن بدل الطاجين تحطوها في الطنجرة، بس انا حطيتها في الطاجين عشان واسع، عشان نوريكم يعني. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وصحتين غداكم، ونشوفوكم في فيديو جديد، ومع السلامة.